يا مساء الفل على كل اللي بيشوفنا في برنامج المساك. النهارده عندنا اخبار كتير قوي من داخل النادي الاهلي، بس الحدث الاساسي والاهم هو اللاعب احمد عبد القادر. هل خلاص احمد عبد القادر بيودع النادي الاهلي ولا هيبقى فيه مفاجآت؟ خليني احكي لك القصه من اولها ويلا بينا نخش في التفاصيل. اللاعب احمد عبد القادر جناح النادي الاهلي بقى هو دلوقتي حديث الساعه، خصوصا بعد ظهور عرض نادي الحزم السعودي اللي قدمه للاعب. بيقال ان قيمه العرض $1,100,000، يعني حوالي 54 مليون جنيه بالمصري. والمفاجاه بقى ان اداره النادي الاهلي تقريبا وافقت على العرض. ومش بس كده، ده من مصادر قريبه من النادي الاهلي ان اللاعب نفسه متحمس كمان للعرض ده، ومتحمس لفكره الاحتراف في الدوري السعودي اصلا، وان هو شايف ان دي خطوه كويسه جدا في كاريره، لان الدوري السعودي دلوقتي طبعا بيعد ان هو اقوى دوري في المنطقه. ومصادر تانية بتقول ان الاهلي مدي اللاعب فرصه 48 ساعه ان هو ياخد قراره فيهم، يا اما يوافق ويمشي او يقعد ويجدد، او انه ينضم لفريق تاني محلي، بس مش الزمالك على فكره. لان اللي سمعناه الفتره اللي فاتت ان في عرض متقدم من نادي سيراميكا كليوباترا بحوالي 20 مليون جنيه مصري. طيب ايه موقف اللاعب بقى نفسه؟ من مصادر قريبه جدا جدا لاحمد عبد القادر ان اللاعب كده كده عايز يمشي من النادي الاهلي دلوقتي، ومش حابب ان هو يكمل الفتره دي، خاصه بعد الاهلي ما تعاقد مع تريزيجيه ومع بن شرقي، وده بيخلي فرصته في انه يحصل على مكان اساسي في التشكيل بقت صعبه جدا. طيب ايه علاقه بقى الزمالك بالموضوع ده كله؟ والله في كلام ان الزمالك بيقتبس الفكره اللي بتقال على النادي الاهلي وعايز يعمل كوبري، وفي ناس تانية بتقول ان الزمالك متفق مع اللاعب ان هو بالبلدي كده يزهق النادي الاهلي لحد ما النادي الاهلي يقول له خد الاستغنى بتاعك وشوف انت عايز تروح فين. وفي ناس تالتة بقى خالص بتقول ان اللاعب اصلا جاي له اعاره وهو مش عايز يطلع. والخلاصه بقى يا صديقي ان الاهلي بيقول ان اللاعب جاي له عرض سعودي وهو متحمس له، والاعلام بيقول ان اللاعب متفق مع الزمالك وعايز يطفش من النادي الاهلي. وان كنت عايز رايي انا في الموضوع، فانا رايي ان اللاعب احمد عبد القادر كان لازم يتقدر شويه من اداره النادي الاهلي، وان هو ياخد وعود على الاقل بان هو هيشارك ولو لدقائق قليله، ويبقى في محاولات لاقناع اللاعب ان هو يفضل موجود، لان احمد عبد القادر قيمة فنية كبيرة للنادي الأهلي، ولاعيب عنده حلول فردية ومهارية كتير جدا، ولاعيب بيجيد اللعب على المرمى بشكل كويس. ده غير إنه بيقدر يلعب ليفت وينج وبيقدر يلعب رايت وينج. وإن كان عندك في الليفت وينج وفرة، فأنت عندك في الرايت وينج مفيش وفرة، لأن أنت في الأغلب هتعتمد على اللاعب زيزو، وهيبقى عندك حسين الشحات بس. وكلنا عارفين ان حسين الشحات بيبقى مستواه متذبذب طول الموسم، وان كان مؤخرا مستواه بقى في النازل اكتر من الطالع. فوجود احمد عبد القادر معاهم في التشكيل كان هيفرق جدا جدا، وهيديك حلول من على الدكه كتير، الا في حاله ان اللاعب نفسه واخد قراره 100% انه مش عايز لا يقعد ولا ياخد فرصه. وفي الحاله دي كلنا عارفين النادي الاهلي بيعمل ايه. بس كده يا سيدي، دي كانت وجهة نظر انا. اتمنى اعرف وجهة نظرك انت في الكومنتات، وعايزك تقول لي من وجهة نظرك احمد عبد القادر لو انتقل لنادي الزمالك هيفيدهم بالشكل الفني المنتظر منه، ولا هيكون انتقال على الورق بس؟ ما تنساش بقى لو انت بتشوفنا على اليوتيوب تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، ولو انت على التيك توك دوس على علامة الزي. سلام.